ندى، انت هتفضلي لحد امتى؟ انت مش مركزه معايا. انا بتكلم في وادي وانت في وادي مختلف تماما. يا ميس، ما انا مركزة مع حضرتك اهو. فين التركيز ده؟ وبعدين هي فين كتبك؟ بعتذر يا ميس، انا نسيتها في البيت، انا اسفة. ندى، انا هسألك سؤال وجاوبيني عليه بصراحه. نعم يا ميس. سؤال ايه؟ انت بتتعلمي ليه؟ بتعلم يا ميس عشان انا لازم اتعلم. مفيش حاجه اسمها كده. لازم اعرف انا بتعلم ليه. هل انا بتعلم عشان اكون عالم، ولا عشان اصبح انسان مشهور والناس يلتفوا حواليا، ولا انا بتعلم علشان اتأدب؟ اتعلم علشان اتأدب؟ ده ازاي ده؟ وبعدين بصراحة يا ميس، انا بتعلم وانا مش عارفة انا بتعلم ليه. ايوه، بتعلم علشان اتأدب، لان العلم بيقوم اخلاقي وبيخليني انسان ارقى. اما بقى بالنسبة احنا بنتعلم ليه، احنا بنتعلمش عشان خاطر نكون ناس مشهورة او يبقى عندنا مال كتير. لا، احنا بنتعلم عشان نرتقي بالمجتمع اللي احنا عايشين فيه. ناس كتير جدا عندهم اموال بس ما عندهمش علم، وما قدروش بمالهم بس ان هم ينفعوا نفسهم ولا ينفعوا المجتمع اللي هم عايشين فيه، لان عندهم مال بدون علم. ولازم تبقوا عارفين ان انتوا طول ما انتوا حاطين قدامكم هدف تحصيل العلم، لازم ان انتوا تعرفوا ان انتوا في ايديكم قوة لا يستهان بيها. قوة؟ قوة ايه يا ميس؟ قوة التقدم والرقي، قوة الإخلاص وإتقان العمل. ده غير الحكمة اللي انت بتكتسبيها من العلم. مفيش إنسان حكيم ما عندهوش علم. شكرا لحضرتك يا ميس، انا كده فهمت احنا ليه لازم نتعلم. أتمنى إني أكون قدرت إن أوصل لكم إن تعرفوا لماذا نتعلم.